السلام متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اليوم جيت نقدم لكم هذه الوصفه ديال انكم تشوفوا لا فيديو. كنتمنى انكم تتبعوه حتى الاخير وتعطيوني الاراء ديالكم، تخليهم ليا في التعاليق. ونمشيو دابا للطريقه اللي خدمت بها هاد البسيطلات. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو اليوم لهاد البسيطلات، مقادير مغايره على المقادير اللي مولفين كنحضروا بها البسطيله ديال الحوت. هي ماشي بسطيله ديال الحوت، هي نص حوت نص دجاج، ولكن راه كتبان الحل ديال الحوت. كنحتاجوا المقادير هذه جرميسيل ديال الروز، كنحتاجوا خيزو محكوك، كنحتاجوا البصله مشلضه، كنحتاجوا الكاشير ديال الاعشاب محكوك، كنحتاجوا باكيه ديال سوريمي مقطعه طريفات، وكنحتاجوا الصدر ديال الدجاج. هذا انا سلقاه في ميها وشويه الزيت وشويه ديال القرنفل، عويدات ديال القرنفل وورقه ديال سيدنا موسى، سلقتهم. وعندنا هاد العطريه ديال بسطيله الحوت، عندنا الحامض معصر، عندنا بودره ديال الثوم، عندنا الزيتون مقطع هو الكورنيشون والحامض مصير، عندنا واحد شويه ديال المطيشه ديال الحك، وعندنا التوابل اللي غادي نسمو بها وغادي نشحروا بها هاد المكونات ديالنا. ونشحر البصله وغنشحر خيزو حتى هو غنشحرو في زبيده وزويته بالديك. كتشوفوا معايا انا درت هنايا البصله ديالي تشحر، ودرت معاها شويه الزبده وشويه ديال الزيت بلديه ومليحه. ما غاديش نشحر انا هادشي في العطور كامله، غادي ندير في العطريه ديالي. انا بغيت نكونوا كناكلوا في البسطيله نحسوا بالمكونات. ملي كنكثروا الاقامه البسطيله بزاف كتولي الاقامه طاغيه على المذاق اللي حنا دايرينو في هذه البسطيله ديالنا. ما كيبقاوش يبانوا لينا المكونات، كنوليو ناكلوا غير عطريه. انا غادي نشحر مزيان هذه البصله ديالي حتى طيح ونخليها جانب. بالنسبه لهاد الخيزو ديالنا انا ضفت واحد نص معلقه ديال البحار، وغادي نضيف شويه ديال العصير ديال الحامض، وغنضيف له حتى هو الزيت وغنشحرو. نخليوه حتى هو حتى ينزل لينا. ونضيفوه بالمكونات اللي باقا. اختي هاد البسطيلات كتجي هائله وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تتبعوا معايا المراحل وتجربوها، كتجي لذيذه بزاف. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما شحرت هذا الخيزو ديالي وشحرت البصله، دابا انا غادي نجمع المكونات اللي عندي. كيف كتشوفوا معايا الدجاج ديالنا اللي شحرناه في ورقه سيدنا موسى والقرنفل، كيف كتشوفوا ها هو. غنضيفوه للفيرميسيل، غادي نضيفو سوريمي، غنضيفو الكاشير حكيناه ديال الاعشاب. بالنسبه للكميه انا ما حددتش الكميه، كل واحد والمستطاع ديالو. هنا الحامض مصير مقطع هو كورنيشون، الزيتون حتى هو مقطع غادي نضيفو البصله اللي شحرنا، نضيفو الخيار عفوا خيزو حتى هو شحرناه، نضيفو شويه ديال الحامض معصر، غنضيفو شويه ديال العطريه
ديال البسطيله. وسقينا بالمداد يا حبيب الله، والمداد المداد يا رسول الله. غادي نضيفو الصوجه. وسقينا بالمداد يا حبيب الله، اللهم صل غادي نضيفو شويه ديال البودر على ديال الثوم. المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم غنضيفو صل شويه ديال السكينجبير، على المصطفى شويه ديال الابزار، حبيبنا شويه ديال محمد الخرقوم على مولاي دي، صل شويه ديال الملح حتى دايما وغادي على نمزجوهم واحد شويه بك خير كيف كتشوفوا. والمداد المداد وغادي نضيفو الزيت بلديه، نمزجوه بعدا وعاد نضيف الزيت بلديه، يا حبيب الله، والمداد ونضيف شويه ديال الهريسه. يا رسول الله. غنضيف واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك يا ولا حبيب حتى جوج معالق صغار، الا كانت كبيره غنكتفيو غير معلقه واحده. وغادي نضيف واحد جوج فرماجات مربعين. عليه السلام، انا غادي نمزج المكونات كاملين. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي صل وسلم دائما وبطبيعه الحال ضروري نذوقوا على حبيب واش ناقصها شي حاجه ولا ما ناقصهاش. انا غادي نمزج كلشي ونرجع معكم. المداد المداد كيف كتشوفوا من بعد ما خلطنا المكونات ديالنا كامله، غنضيفوا ليه دابا الفرماج محكوك وغادي نعاودوا نمزجوهم كيف كتشوفوا، وغادي نمشيو نعمروا البسيطلاص ديالنا. وسقينا بالمداد يا حبيب كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. اللهم اذا دابا هذا هو، هذه هي الحشوه ديالنا. صدقوني كتجي لذيذه بحال دايره البسطيله ديال الحوت. دابا غادي نمشيو نعمروا البسيطلاص. كيف كتشوفوا معايا انا قطعت الورقه ديالي على شكل مثلثات، وخديت شويه ديال الزبده والزيت وضفت لهم شويه ديال التحميره وشويه ديال العطريه ديال الحوت باش تنسم لينا حتى الورقه، وعندي هنا شويه ديال الطحين باش غادي نسد. وهذا هو المول اللي غادي نتبع عليه البسيطلاص ديالي. اذا خليكم معايا. كناخذ الورقه ديالي اللي قطعت على 3، كنحطها في القلب ديال المول كيف كتشوفوا. يا رسول الله، كنحاولوا الجهه الملسه هي اللي تكون في الوجه، والجهه الحرشه هي اللي غتكون لداخل. على المصطفى نديرو القطعه الثالثه محمد عليه ونرشو السلام، كيف كتشوفوا معايا الزبده. على المصطفى نحطو الحشوه ديالنا حبيبنا محمد على مولاي صل وسلم بالشكل هذا. دائما ابدا على حبيبك خير وغنبداو نسدو الورقه وحنا كندهنو والمداد المداد يا رسول كيف كتشوفوا. حنا تندهنو تنبركو باش ما تجيناش الورقه ناشفه والمداد المداد بحال هكا. يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، هادو اللي هنايا غادي نحاولوا نلصقوهم واحد شويه باش على ما تحلوش لينا. هذا هو الشكل ديالها. اذا غادي نديرو واحده اخرى، على مولاي صل وسلم نديرو شويه ديال الدقيق باش تلصق على اختها. على حبيبك خير الخلق كلهم، اخرى والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله، اللهم باش تاخد لينا صل الفوق على المصطفى
حبيبنا محمد وانا تنجمع عليه السلام. كيف كتشوفوا اللهم بالطريقه هذه. صل على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انا غنستمر على هذه الطريقه تنكمل البسيطلات ديالي ونوريكم الشكل النهائي ديالو. وسقينا بالمداد كيف كتشوفوا معايا ها هو الشكل ديال البسيطلات. انا درتهم صغيورين يا رسول الله ودرتهم شويه موين بهذا الشكل هذا. انا دابا غادي نطيبهم ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما خرجنا البسيطلات ديالنا من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، كنتمنى انكم تشجعوني في القناه ديالي، تخليو لي التعاليق الزوينه ديالكم، حبيبنا محمد وبالصحه والراحه.